يا ترى سمعتوا قبل كده عن حد اتبرع بتكاليف مستشفى كاملة وبناها؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيف الجامعات السري. تعال أحكي لكم عن قصة أشهر متبرع في مصر اتبرع بجنينة قصره علشان تكون مستشفى تعالج الغلابة، وبعدها بسنة مات. لا ما تزعلش، دي مش نهاية حزينة، دي بداية حكاية حلوة بطلها الشيخ عبد الرحيم الدمرداش. بس خليني أقولك الأول مين هو عبد الرحيم باشا الدمرداش. الراجل العظيم ده اتولد سنة 1849 في حي العباسية وسط عينة من المجتمعات الأرستقراطية المتدينة. والده كان شيخ الطريقة الدمرداشية اللي هي واحدة من أشهر الطرق الصوفية في مصر، وكمل بعدها مشوار والده. بس الشيخ عبد الرحيم الدمرداش ما كانش شيخه بس، ده كمان كان راجل أعمال تقيل واقتصادي مثقف وعضو في مجلس شورى للقوانين وقتها، وكان بيحب بلده بجد. وفي يوم من الأيام في شهر أغسطس سنة 1928 قبل ما يتوفى الشيخ عبد الرحيم الدمرداش بشهور قليلة، قرر يعمل حاجة محدش غيره فكر فيها. جمع مجموعة من الوزراء عنده في القصر، سلمهم وثيقة فيها تبرع ب100,000 جنيه مصري للدولة، وده كان مبلغ ضخم جدا وقتها. ومش بس كده، ده طلب تخصيص 40,000 منهم علشان يتبني مستشفى خيري، وخصص لها 15,000 متر من جنينة قصره علشان تتبني مستشفى الدمرداش اللي عالجت كل الناس، غني فقير مصري أجنبي مسلم مسيحي. المستشفى اتبنت بعد القرار ده بسنة، يعني سنة 1931، وبعدها بقى فيها كلية طب اللي هي طب عين شمس، وانضمت الكلية للجامعة لما تأسست سنة 1950. ولحد النهاردة اسم الدمرداش لسه بيرن في ودن أي حد بيروح يتعالج هناك، لكن مش كلهم يعرفوا مين هو الدمرداش اللي اتسمت على اسمه. عبد الرحيم الدمرداش يمكن يكون مات من 100 سنة، بس كل مريض بيتعالج في المستشفى، وكل دكتور اتعلم في كليتها، وكل شخص بيخرج منها بصحة كويسة هو صدقة جارية ماشية لسه ومش هتتوقف. استنوني في الحكايات الجاية وتفاصيل كتير هتسمعوها لأول مرة.